بتبص للكاميرا على اساس ان احنا قاعدين معاك على فكره وكلامك. ما انا عشان ما تقعدش تقول لي تعمل لي كده وما تعمليش كده، يعني بص انا بقول يعني هحاول. طيب ماشي، ما تشاورليش وتقول لي انت لما بتزعل حد خلاص خلينا اتكلم. انا لا خلينا، لا مش انا عايز اتكلم صح. كابتن اتكلم، ما تزعلش حد منك. اوكي كابتن عفت، انت في منبر مهم. حلو جميل. من بعد اذن حضرتك جميل. ليك راي شخصي في شخص هقولها لك تاني ودي المره الخامسه. مش في شخص كابتن انا مش بتكلم على شخص. مش عاجبك حد صفحتك الشخصيه يا فندم؟ ايوه اعمل اللي انت عايزه. ايه الاحراج ده؟ يا كابتن عفت، مش هتتعلم بقى في البرنامج المحترم اللي انت بتطلع فيه مع احمد جمال ده انك ما تقولش راي شخصي؟ رايك الشخصي ده يتقال على صفحتك الشخصيه، لكن في البرنامج المحترم ده لما تتكلم الكلام اللي يقول لك عليه اسلام صادق واحمد جمال، لكن تطلع تقول رايك ممنوع. وبعدين لما تتكلم ما تبصش للكاميرا، بص لاحمد جمال. ليه بقى؟ عشان لما يوجهك بايده ويوقفك عند نقط معينه تشوف، علشان ما تسرحش وما تجودش. ولا ينفع، حرام عليك يا اخي. بعد كده تقول الكلام اللي بقول لك عليه بالظبط، ما تزودش. انا كنت بحط التاتش ايه ونيله ايه. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده هنرد فيها على ايمن عبد العزيز وطرد عفت واحمد جمال الكيوت وشويه حاجات تانية. بس كالعاده طبعا في البدايه نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما اشتركش في القناه اشترك ويفعل زر الجرس، وما تنساش اذا عجبتك الحلقه او ما عجبتكش ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يقويهم وينصرهم يا رب ان شاء الله. وما تنساش برضو اذا عجبتك الحلقه ما تنساش تخبط اللايك، ويلا بينا نبدا. يعني انت داخل بدون بلان، يعني انت داخل حسب الظروف. الكوره ما فيهاش بلان، يعني الكوره نفسها ما فيهاش بلان. يعني الناس اللي بتقعد تطلع تتكلم في التلفزيون وتقعد تقول لك التكتيك والبلان، التكتيك اساسا ما بيمثلش اي حاجه في الكوره الا نسبه 10%. ايمن عبد العزيز بيقول لك الكوره ما فيهاش بلان والتكتيك لا يمثل في الكوره الا 10%. يا سلام عليك يا ايمن يا عبد العزيز يا فخر الصفوه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ بصراحه يا جماعه ده تصريح ما يطلعش غير من حد صفوه، ده مستوى ما ينفعش الناس الغلابه اللي زينا من الاهلاويه يوصلوا له. تكتيك يا راجل وبتاع، بلاش كلام فارغ. اللهم صل على النبي. طب بلاش التكتيك يا كابتن، كلمنا كده على تعاملكم مع اللعيبه. اكيد عندكم بقى حاجات تانية بديله للتكتيك والكلام الفارغ ده، مثلا يعني حماس، تعامل نفسي. قول لنا يلا اشجينا. سؤال لكابتن ايمن عبد العزيز الصادق، ابو جبل اللي خد ضربه الجزاء والكوره يشوطها ولا مهند المرضاش؟ لا مهند ما رضيش. مهند ما رضيش. مهند قال مش هشوط. قال مش هشوط. مش هشوط. موضوع مهند ده يدرس للمديرين الفنيين درس كبير جدا، ان انت لازم يكون المدير الفني يقعد مع اللعيب ويتكلم معاه، خاصه ان كان عنده واقع قبل كده. لا ده في المصحه. في ايه؟ في المصحه. يعني ايه؟ يعني انا مش دكتور نفساني، انا أيوة راجل بس في مدرب. مواقف عدت. لا راجل مدرب، انا ما عنديش وقت ولا أيوة بس الراجل ده أنا ضيع في نهائي انا معلش انا ما عنديش وقت ولا رفاهيه ان انا اقعد اتكلم مع مهيب انا مش هقعد اجيب كل واحد ضيع بنالتي عشان اقعد اتكلم معاه. الدماغ دي دماغ تتقل ولا بلاش؟ قولوا لنا انتوا بقى تتقل بايه؟ انت شكلك بتاع بليل بقى ما عندكش رفاهيه التعامل النفسي مع اللعيبه وبتقول ما عندكش وقت للكلام ده. امال عندك وقت لايه اذا كان انت مش معترف بالتكتيك ولا الخطط اساسا؟ وقتك بقى مشغول بايه؟ شغلتك ايه؟ وظيفتك على المدفع ايه؟ بررم، شغلتك على المدفع بررم. يعني لا معترف بتكتيك ولا معترف بتعامل نفسي مع اللعيبه. ده يا جماعه بقى يقول لنا احنا ليه خرجنا اساسا بالشكل ده من كاس الامم الافريقيه؟ تخيل انت ان اللي بيتكلم ده مدرب مساعد في جهاز منتخب مصر. حاجه تضحك اقسم بالله. لا وشوف بقى لما نظريه المؤامره تشتغل علشان يكسب تعاطف بعض الجمهور الغلبان اللي بتاكل قوي تصريحات المؤامره دي معاهم. السؤال الاصعب في الحلقه، وانا اسف ان انا بس، ايمن عبد العزيز لم يكن له دور في منتخب مصر. هي مش الفكره ان ايمن ملوش دور في المنتخب، هي الفكره ان اي حد زملكاوي بيمسك في منتخبات مصر لازم يبقى فيه مشكله في ده، فاهم؟ يعني لما يبقى المشرف العام على الكوره كابتن حازم امام ففي مشكله، لما يبقى المدرب المساعد لمستر كوبر اسامه نبيه ففيها مشكله، لما يبقى طارق مصطفى في الجهاز بتاع كابتن حسام البدري يبقى فيها مشكله، لما يبقى ايمن المصري الوحيد اللي في الجهاز مع مستر فيتوريا فيبقى فيها مشكله. انتوا عارفين الاي كلام اهو، ده بقى الاي كلام بعينه، عايز يخليها باي شكل اهلي وزمالك. والكابتن نسي ان واحد من افضل المديرين الفنيين اللي مسكوا منتخب مصر وبشهاده الاهلاويه قبل الزملكاويه كان كابتن حسن شحاته الزملكاوي اللي كلنا كنا وراه وبندعمه، ولحد دلوقتي ما كانش عندنا اي مشكله انه يرجع يمسك منتخب مصر تاني. غير كده وكده عمرنا كاهلاويه ما حسبناها معاه اهلي وزمالك. المصيبه بقى يا جماعه ان مهيب عبد الهادي قاعد قدامه بيسمع كل الكلام ده وما بيردش، بيسمع وخلاص. يا كابتن ايمن عبد العزيز قصه لا قصه زملكاوي ولا اهلاوي، وانت بنفسك بعد الكلام الفاضي اللي انت قلته ده واللي ما ينفعش يطلع من واحد متابع للكوره مش بس لاعب، اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان انت اساسا لا تصلح انك تطلع تتكلم في الكوره، مش تبقى مدرب مساعد في جهاز منتخب مصر. وبجد يعني اللي اختارك علشان تكون في الجهاز لازم يتحاسب، ولازم هو كمان ما يكونش موجود، عشان بعد اللي احنا سمعناه ده ما نعرفش ايه المعيار اللي على اساسه تم اختيارك. بجد فضيحه. كرهتوني في احلى حاجه بحبها. خلونا نرجع يا جماعه ورا كده شويه صغيرين، ايام ما كان
لما يطلع ايمن عبد العزيز مع احمد جمال على قناه الزمالك الفتره اللي كانوا بيهزوا فيها للمستشار اللي انتوا فاكرينها دي، ونوريكم ايمن عبد العزيز كان رايه ايه في البطولات اللي حصل عليها الاهلي. لا بس انا حاجه، جمهور النادي الاهلي من وجهه نظري يقول لك انت هتقارن ما بين فريق عمل 41 دوري وفريق عنده 12 دوري، ما بيقولوا كده. طب عادي، ما في الاخر انت ال 41 دوري دول بيتاخدوا ازاي؟ يعني بيتاخدوا يعني إزاي؟ عندك مساعدات كتيره جدا جدا بتحصل يعني. مساعدات؟ طبعا مساعدات جوه الملعب وبره الملعب. يعني جوه الملعب؟ يعني جوه الملعب معلش تحكيميا مواقف كتير جدا جدا. النادي الاهلي بيتساعد جوه الملعب؟ طبعا كل مصر عارفه ده. بيقول لك الاهلي بيفوز بالمجاملات جوه الملعب وبره الملعب، وده اللي مخليه فارق عن الزمالك في بطولات الدوري. لا وبيأكد يقول لك مصر كلها عارفه كده، مصر كلها عارفه الاهلي بيكسب بطولاته ازاي. برافو عليك يا ايمن، ده بأمارة اخر دوريين انتوا خدتوهم وشوف خدتوهم ازاي. تخيلوا انتوا بقى يا جماعه بعد تصريح زي ده، ازاي واحد زي ده يكون في جهاز منتخب بيمثل بلد هو بيعادي فيه اهم نادي فيه، واحد بالعقليه اللي تخليه بعد ما ساب جهاز المنتخب بكام يوم يطلع يتكلم على المنتخب وعلى اللعيبه اللي كان بيدربها ويفضل ناس على ناس، يقول لك ده احسن وده افضل. واحد طالع يتكلم على زمايله زي محمد شوقي وشيتوس ويخبط فيهم ويقول لك على محمد شوقي لما هو مدرب كويس ليه العروض مش بتنهال عليه، ده بقى مساعد لوليد سليمان اللي اصغر منه في الاهلي، وهو مش عارف اساسا ان هو مساعد لبدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين في الاهلي واخد بالك في الاهلي. يعني مش كفايه كمان انه فاضي وما عندوش فكره، لا كمان ما شاء الله من جوه حقودي والله يعينك نفسيه زي وشك. اظن يا جماعه بعد ما شفنا تصريحات ايمن عبد العزيز وشفنا عشوائيه وتخبط اتحاد الكوره، واللي بعد ما اقال فيتوريا عين محمد يوسف مدرب عام لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي، وبعدها بيوم واحد يعلنوا تعيين حسام وابراهيم حسن اصحاب حازم امام، فاحنا نحمد ربنا قوي ان احنا خرجنا من الدور ال16 بالشكل ده من دور المجموعات. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. خلونا بقى نروح لاحمد جمال وعفت نصار ونشوف بقى ايه اللي حصل ما بينهم امبارح. يلا بينا ليكم مره تانية. طبعا يمكن كابتن عفت النهارده فعلا مجهد جدا، يمكن طولنا في الفاصل شويه، يمكن هو شعر ببعض التعب، فكان حاجه ان نلغي الحلقه هي طبعا نكمل مع الكابتن معتز ايد، وان شاء الله كابتن طبعا هو موجود معانا هنا ان شاء الله نطمن عليه. هو يعني بس ايه البرد واضح ان هو الصوت صعب شويه فعلا. لا الف سلام عليك، ربنا يشفيك يا كابتن عفت، لا باس لا باس. بس هو يعني يا ابو حميد معلش سؤال يعني ولو فيها رزاله، وعفت نصار ساب الحلقه عشان البرد شد عليه فعلا، ولا تكونوا مسكتوا في بعض في الفاصل انت طردته حاجه كده يعني؟ اصل الصراحه اللي حصل ما بينكم قبل الفاصل ده يعني كان صعب شويه، ولا ايه رايك؟ ما تيجي نشوف يا جماعه ايه اللي حصل. بص يا جماعه ايه بس قبل ما كنت قاعد النهارده مع الاستاذ احمد جمال Yeah. والاستاذ اسلام صادق قاعدين بنتفرج على المباريات. كابتن قالوا لي ممكن بس حاجة قالوا لي يا عفت في حاجه عايزين نقول لك عليها، عايزينك ولطف من كلامي في حق من يدير. يا كابتن عفت بس يعني دي حاجه تتقال على الهوا برضو، يعني عايز تقول ان احمد جمال واسلام صادق بيقعدوا معاكم قبل الهوا ويقولوا لكم تقولوا ايه وما تقولوش ايه؟ عايز تطلع احمد جمال كداب يعني لما قال انهم مش بيوجهوا الضيوف بتاعتهم ويقولوا لهم يقولوا ايه؟ لا يا كابتن عفت ما يصحش كده. محتاجين نهدي النفوس. بص للكاميرا على اساس ان احنا قاعدين معاك على فكره وكلامك ما انا عشان ما تقعدش تقول لي تعمل لي كده وما تعمليش كده، يعني بص انا بقول يعني حاول. طيب ماشي ما تشاورليش وتقول لي انت لما بتزعل حد منك خلاص خلينا اتكلم. انا لا مش انا عايز اتكلم صح. كابتن اتكلم ما تزعلش حد منك. اوكي كابتن عفت انت في منبر مهم. حلو جميل من بعد اذن حضرتك جميل. ليك راي شخصي في شخص حضرتك هقولها لك تاني ودي المره الخامسه. مش في شخص كابتن انا مش بتكلم على شخص. مش عاجبك حد صفحتك الشخصيه يا فندم؟ ايوه اعمل اللي انت عايزه. ايه الاحراج ده؟ يا كابتن عفت مش هتتعلم بقى في البرنامج المحترم اللي انت بتطلع فيه مع احمد جمال ده انك ما تقولش راي شخصي؟ رايك الشخصي ده يتقال على صفحتك الشخصيه، لكن في البرنامج المحترم ده لما تتكلم الكلام اللي يقول لك عليه اسلام صادق واحمد جمال، لكن تطلع تقول رايك ممنوع. وبعدين لما تتكلم ما تبصش للكاميرا، بص لاحمد جمال. ليه بقى؟ عشان لما يوجهك بايده ويوقفك عند نقط معينه تشوف، علشان ما تسرحش وما تجودش. ولا ينفع، حرام عليك يا اخي، بعد كده تقول الكلام اللي بقول لك عليه بالظبط، ما تزودش. انا كنت بحط التاتش ايه ونيله ايه؟ لا واحمد جمال يقول له ايه؟ مش هسمح لك تتكلم على حد ولا تزعل حد مننا. وطبعا هو يقصد حسام وابراهيم، اصل ده التوجه دلوقتي اجنده بقى فلازم يمشوا عليها ويرجعوا يقولوا لنا احنا اللي ماشيين باجنده. شايف البني ادمين اللي ناقصهم ديول ويبقوا بقر. احمد جمال اللي فاتح برنامجه لكل مسيء للاهلي بيقول لك مش عايزين نزعل حد مننا. طب لما بيطلعوا معاك في البرنامج ويقول لك بطولات الاهلي حرام وفلوس الاهلي حرام، ولما حد يطلع يقل ادبه على الخطيب ويقول لك الساعات ومش الساعات، ده عادي طبعا. لما كنت بتقطعوا في حسام البدري وهو مدرب المنتخب برضه ومدرب وطني ساعتها، ده بالنسبه لكم عادي برضه. تقطعوا في فيتوريا وهو مدير فني للمنتخب، عادي برضه. لكن ان حد يقول رايه في حسام ابراهيم على عكس اجنده اسلام صادق ما ينفعش. عالم رمم. الحمد لله يا جماعه حقنا بيجي لنا لوحده. اظن عفت فضحهم اهو وطلع على الهوا قال لك ان احمد جمال واسلام صادق ازاي بيوجهوهم قبل الهوا وبيقولوا لهم يقولوا ايه
وما يقولوش ايه. علشان كده احمد جمال اتعصب عليه، وطبعا مسكوا في بعض في الفاصل اللي بعديها على طول. لا وبعد كده بقى احمد جمال طالع بيضحك علينا ويقول لنا معلش عفت مش هيكمل معانا الحلقه اصل البرد شد عليه شويه. يا سلام. طب اهو بتاعنا شايف الخط. علشان بعد كده لما نقول بقى دول شويه لجان على شكل اعلام الناس تصدق. لا واللي يضحكك بقى ان واحد زي اسلام صادق ده كل شويه يطلع يتكلم علينا وعلى غيرنا اننا احنا اللي لجان وماشيين باجنده. بيقولوا مش عارف اللي ايه وتجيب اللي فيها فيك، واحنا الفلاحين كلنا عارفين والمثل وصل. وبمناسبه الاجنده بقى قابلنا كده كام تعليق الايام اللي فاتت اننا بنهاجم حسام حسن طبقا لاجنده، وبصراحه احنا مش عارفين الاجنده لمين ولصالح مين ولا يقصدوا ايه. يا ريت يعرفونا. احنا لما اتكلمنا قلنا راينا بناء على وقائع وفيديوهات جبناها ما الفناش. مع ذلك بعد ما مسك قلنا كل الدعم من المدير الفني للمنتخب كابتن حسام حسن، لاننا بندعم منتخب مصر، فاي حد يمسكه في اول فترته لازم ندعمه. فايه بقى لازمه الكلام الغريب اللي بيتكتب لنا في التعليقات ده؟ وطبعا هنا احنا مش بنقصد اللي بيختلف معانا بشكل موضوعي او منطقي، عادي كل واحد حر في رايه، دول على دماغنا من فوق. لكن هنا احنا بنتكلم على الناس اللي بتختلف معانا بالهبد والشتايم والاتهامات الجزافيه. ناس ما عندهاش دم. لما يطلع الكابتن حسين لبيب رغم انف عمرو الجرجير، وانا عارف بقول ايه لان شفت حلقات لعمرو مطوله وامثاله. في ابو الدرادير مالك اتخضيت كده ليه؟ وانت فاكر نفسك طالع فين ولا مع مين؟ طبيعي تسمع امثاله وحاجات كتير من النوعيه دي. يعني انت عايز تفهمني انكم مش متفقين من قبل الهوا ان الحلقه لازم تبقى سخنه وفيها شويه حاجات مش عواطه كده عشان الحلقه تتشاف؟ يعني انا عارف ان هي وسعت من زيدان شويه بس ما تقلقش هو هيلمها تاني. وامثاله من المحترمين وقصادهم الرعاة والسوقه وبتوع اليوتيوب، فالاثنين يتفقوا المحترم والسوقي ان الاهلي كوبري وان الاهلي كذا. يا جماعه مش كده، يا جماعه هاتوا حد تاني يطلع يتكلم او يغلط في جماهير السوشيال ميديا. هو صحيح ما يقصدش الاهلاويه بكلامه وبيتكلم على ابو الدرادير والزملكاويه على السوشيال ميديا ويقول عليهم رعاة وسوقه، وده ما ينفعش لان كل واحد من حقه انه يتكلم ويقول رايه طالما بيتكلم باحترام. انما اللي بيغلط ده بقى ده حاجه تانية. انما انت ما ينفعش تغلط في الناس على السوشيال ميديا حتى لو كانوا زملكاويه وتقول عليهم سوقه ورعاة وتقول عليهم عبده الشير واللايك، وانت ما شاء الله عليك كنت بتعمل زيهم سنين على اليوتيوب. واساسا اللي بيتكلم ده تخيل انه بيقول للضيف على الهوا وفي قناه فضائيه انت وامثالك، ولسه هيقول حاجات تانية. بيقولوا اللي ايه وتجيب اللي فيها فيه. ويجي رئيس نادي الزمالك يقول الاهلي ليس طرف ويوجه كلام وفي شكل نداء لمجلس اداره الاهلي ان يساعد في حل ازمه كهرباء. والنبي سمعنا بس كان ايه استاذ عمرو بيبص له ويجحر. اقسم بالله قول الحقيقه ما قالش الاهلي السبب. ايوه لا تقول كده. ما زلت بقول انا ما زلت يعني انت عكس الكابتن عندي حسين راي. لبيب؟ انا عندي راي. لا انت عكس الكابتن حسين لبيب. عندي راي لما اسمعه بس. لا ناس تصلح للفضائيات والاعلام فعلا. ما علينا. المهم عبد الناصر بيقول لابو الدنادير انت قلت ان انتقال كهرباء للاهلي كان كوبري، وبيقول له يعني انت عكس الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. فقال له انا عندي راي لحد اما اسمعه. خلاص هنشوف يا ابو الدنادير هتفضل عند رايك لما تسمعه ولا لا. غرامه كهرباء وصلنا فيها فين كابتن حسين؟ غرامه كهرباء احنا في دلوقتي كلام مع النادي الاهلي واحنا على علاقه طيبه بيهم، وهي الغرامه دي على اللاعب نفسه مش على النادي الاهلي. وبنقول يا جماعه عايزين بقى نبتدي نخش في تسديد غرامه كهرباء، ومتهيألي ان احنا يعني برضو اثبتنا ان احنا من غير فلوس غرامه كهرباء نقدر نقوم بالنادي ونقدر نغير الصوره الذهنيه زي ما قلت لحضرتك في الاول. والنهارده بقى يعني ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يقوم برضو مثلنا كده في ان هو يساعدنا في ان احنا نحصل على غرامه اللاعب كهرباء. جميل قوي. طبعا هنعلق على اللي قاله كابتن حسين لبيب، بس المهم الاول دلوقتي سمعت يا ابو الدرادير قال لك الاهلي ملوش علاقه بغرامه كهرباء، يعني مش زي ما انت كنت بتقول انت والهزازين ايام المعزول ان الاهلي هو اللي لازم يدفع وان الموضوع كوبري ومش كوبري. ها هتغير رايك دلوقتي بقى ولا اي نوع من الخلاف في اللي انا بقوله اللي قاله كابتن حسين لبيب؟ كابتن حسين لبيب بيقول بدانا صفحه جديده مع النادي الاهلي. احنا فعلا بادئين صفحه جديده مع النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي الموقر برئاسه الكابتن محمود الخطيب المحترم عليه ان يساعد نادي الزمالك لان دول كبيران زمالك واهلي. ايه المشكله بقى؟ لا مفيش اي مشكله خالص. هو كل ما هنالك ان هو ما قالش كده بس، ما قالش بس ان الاهلي لازم يساعد الزمالك ويخلي كهرباء يدفع الغرامه، ما قالش كده بس، قال ان الاهلي ملوش علاقه بالموضوع. يعني عكس كل اللي انت كنت بتقوله السنين اللي فاتت مع الهزازين. يعني انت المفروض تعتذر عن الكلام اللي انت قلته قبل كده. مش انت قلت اما اسمع الكابتن حسين لبيب ابقى اغير رايي؟ ما غيرتوش ليه بقى؟ طب ومين اللي هيئ الراي العام يا فندم ان الاهلي كوبري والاهلي اللي هربه؟ هو الاعلام. ما انت كنت جزء منه. احنا انت احنا عايزين نتجاوز المرحله دي. تبقى تعتذر. لا ده حصل اساسا. ده حصل. اعتذر على ان في معلومات غلط. لا ما فيش معلومات غلط. لا غلط. يعني من الاخر يا جماعه مفيش جديد ونفس العقليات ونفس الكلام. يعني بيقول لك في صفحه جديده بين الاهلي والزمالك وفي نفس الوقت بيقول لك الاهلي اللي حرض كهرباء. طب حتى لو الاهلي هو اللي حرض كهرباء ما تمشي معانا الليله وزق معانا الدنيا كده. مش بتقولوا في علاقات جديده طيبه بين الاهلي والزمالك في ظل الاداره الجديده لنادي الزمالك؟ ما تمشي الدنيا وخلي علاقات جميله بجد من غير كلام انت اساسا ما عندكش ليه دليل. ثم اساسا كوبري ولا مش كوبري؟ هو في حد هيجبر اللاعب ان هو يلعب معاه؟ اللاعب لو مرتاح عندكم او عايزكم كان فضل معاكم. هو مش عايز يلعب في الزمالك ما تسيبوه هو بالعافيه. بالعافيه
بيلعب فيها. بس يا جماعه هو مين سبب الاحتقان ده من الاول؟ ما تقول لنا كده يا عبد الناصر. اللي خلى جمهور الزمالك يحتقن في الجزئيه دي مع كامل الاحترام الاخ المحترم الاستاذ معتز الشامي وله مني كل الاحترام والتقدير، له باع طويل في هذا الموال. يا سلام، ويعني الاهلي كانوا قاعدين ساكتين. ولا غلطان والله العظيم مع كامل الاحترام والله لمعتز العظيم. اولا معتز الشامي رد فعل. ضل جمهور الزمالك، ضل ليه انت ضل اداره نادي الزمالك، خلى اعلام نادي الزمالك يعيش على واحد ما حصلش ان الفلوس هتجي لهم بكره. قعد وهم جمهور نادي الزمالك بايقافات وقرارات وكل قرار طلعت، وكان بيقول لك اتحدى هيحصل قرار، واحنا نقول مش هيحصل ايقاف. يا باشا زميلك اللي بيبيع الوهم خد 6 شهور يا عم كهربا بيلعب ليه دلوقتي؟ امال مين اللي بيلعب؟ اخوه واقف مش اخوه 6 شهور. اخوه اللي بيلعب واقف شبح. كهربا توقف 6 شهور؟ ده انت ابيض يا ابو الدرادير. وعمال تتريق على علاء عزت وتقول ان هو مش فاهم حاجه، وانا اقول نيزو الدجال بيضحك على الناس ازاي ومصدقينه ازاي؟ زي ما قال لك عبد الناصر وعلاء عزت بالظبط، ضحك على مجلس الاداره ومشاهم وراه، قعد يقول لك كهربا مش هيلعب ولا يشم النجيله لما يدفع، وكهربا بيلعب لحد دلوقتي وما توقفش ان الفيفا ولا ماتش واحد. الراجل ده المعزول بنفسه طلع وقال لك انه ولا فاهم اي حاجه، وقال عليه هو كمان لجنه. بس سيبك انت يا ابو الدرادير، انا فهمت دلوقتي ليه جماهير الزمالك اللي بتتابع ميزو الدجال مصدقاه رغم كل الكذب والهبد اللي بيقوله، وانت اكبر مثال من اللي بيصدقوا كلامه. يعني انا ما شفتش جهل كده، يعني كهربا ما توقفش ولا مباراه من الفيفا، والايقاف الاخير كان ايقاف عشان موضوع ماتش الاهلي والزمالك، وابو الدرادير بيقول لك توقف 6 شهور. ده انت ضايع جدي. نرجع بقى لكلامك يا ابو الدرادير وكلام حسين لبيب على ان الاهلي لازم يساعدنا عشان كهربا يدفع الغرامه، وان انتوا ولا فارق معاكم فلوس ولا حاجه. اديكوا شفتوا احنا بنعرف ندفع الغرامات اللي علينا ازاي، وازاي بنصرف وبندفع وبنجيب صفقات. يعني المشكله مش في الفلوس، الفكره في حق النادي مش اكتر. طب انا بقى عايز حد يقنعني ازاي الاهلي يساعدك ويضغط على كهربا، واساسا نادي الزمالك اختصم الاهلي في القضيه دي وقال ان الصفقه كوبري وان الاهلي طرف في الكوبري ده. يا استاذ محمد اكوان دلوقتي الخناقه كما ترى الاستاذ عمرو الدردير والاستاذ علاء عزت، الاستاذ الكابتن حسين لبيب وجه نداء الى نادي الاهلي انه ليس طرف ولكن يتمنى ان يساعد في حل ازمه كهربا. الاستاذ علاء يرى ان الاهلي ماله يوجه له نداء. مين اقول لك يا استاذ نصر هناك فرق بين التمني والطلب وبين الواقع. أيوة. ليه بقى؟ ليه؟ نمره واحد، اسمع الاهلي اصلا الزمالك اختصموا في القضيه. نقطه اغفلها الكابتن حسين لبيب، لما القضيه اتحركت الزمالك اختصم الاهلي يا بيه الاول، ثم قاضت المحكمه الرياضيه بانتفاع علاقه الاهلي بالامر، وكان الزمالك بيحارب قانونيا، احنا مش بنقول حاجه، بنقول بيحارب قانونيا انه يثبت ان النادي الاهلي متورط في الامر، وده وفقا لاوراق الدعوه. فانت بقى عايز تتهم الاهلي في القضيه وتقول ان هو اللي محرض، ولما محكمه الكاس تبرأ الاهلي تقول لي طب معلش ساعدني وخلي كهربا يدفع. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. ويا عم ماشي، هنقول ان كل القصه دي كانت ايام المعزول وانتوا دلوقتي ناس جديده وزي الفل وعايزين علاقات كويسه مع النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بتقولوا ان الموضوع مش فلوس، دي حقوق النادي اللي انتوا بتحافظوا عليه. طب حلو قوي، ما تقسطوا غرامه كهربا. مش انتوا بتقولوا ان الفلوس مش هي المشكله؟ وانا مصدقكم على فكره، مصدقكم ان الفلوس مش هي المشكله. واضح قوي انكم بتعرفوا ازاي تجيبوا الفلوس، مع انها فلوس كتير قوي وغريبه ان هي تجهز في وقت قصير كده. بس ماشي، انتوا بتعرفوا تجيبوا الفلوس والمشكله بس في حق النادي. طب ما تقسطوا الغرامه على كهربا. مش عايزين حقكم ان الفلوس تجي لكم وعايزين علاقات كويسه مع النادي الاهلي، ولا هو اي كلام وخلاص زي ما الدرديري بيعمل كده بالظبط، بيقول لك عايزين نفتح صفحه جديده دلوقتي وفي نفس الوقت يقول لك الاهلي عامل كوبري مع كهربا. اجيب لك من الاخر، المشكله فعلا مش مشكله فلوس، المشكله كلها او الفكره كلها انكم عايزين تعملوا لقطه جمهوركم يفضل يسقف لكم عليها، اللي هو احنا هنزل كهربا ولازم يدفع الفلوس كامله بالغرامه حتى لو وصلت انه يعتزل. مش مصدقني؟ تعال اسمع رئيس النادي بتاعك بنفسه من كام شهر في حملته الانتخابيه وتشوف بيقول ايه. هتعمل ايه بغرامه كهربا؟ انا عارفه ان حضرتك قلت انك لا يعني مش موافق على تقسيط غرامه كهربا او عقوبه كهربا. هو ده ردي للمره الثانيه، كهربا اخطا في حق نادي الزمالك، لو المحكمه ادتني هذا الحق ان شاء الله هخسر الفلوس كلها، لازم اخد فلوس كهربا. ان شاء الله هخسر الفلوس كلها، لازم اخد فلوس كهربا. ان شاء الله هخسر الفلوس كلها، لازم اخد فلوس كهربا. سمعت؟ المشكله مش مشكله فلوس، بيقول لك ان شاء الله اخسر الفلوس كلها. الفكره كلها ان اعمل لقطه الجماهير كلها تسقف لي عليها، مش بس يخسر فلوس او يخسر اي حاجه. لا اسمع كده، بس كابتن فاروق قال وجهه نظر ثانيه، قال لك ان هو التقسيط بالنسبه لنا احسن عشان ناخد فلوسنا، لان كهربا ممكن يقول لك انا هعتزل ومش يا ريت اعتزل، والله هبقى فرحان جدا. انا بقى هبقى فرحان جدا. الشر يا فندم، واحد اخطا انا هساعده. ايه ده المجتمع ده؟ يقول لك واحد اخطا انا هساعده، لا ندفنه نخلص عليه نخليه يعتزل. واحد مش عايزك يا اخي، وادارتك السابقه وجمهورك واكيد انت كمان كنت شايف ان تصرفاتهم غير منضبطه، واعتقد انت اكتر واحد متاكد من كده، لان المعزول هو والهزازين بتوعه كانوا بيستلموك كل يوم على القناه عندهم، وكان بيسمعك من اللي قلبك يحبه. فكهربا اعتبره زيك يا سيدي، ما كانش مستحمله زيك انت كمان وكان عايز يسيبه ويمشي. طب احسبها كده ان المشكله مش مشكله النادي، المشكله مشكله اشخاص كهربا ما كانش عارف يتعامل معاهم. انما لا، الفكره كلها ازاي نعمل لقطه الجماهير كلها هتهيص لنا عليها حتى لو التصرف ده لا اخلاقي. ما هو لما تقول انك تخلص على اللاعب او حتى يعتزل وانا نفسي ان هو يعتزل، ده كلام لا اخلاقي. مع الاسف يا جماعه نادي الزمالك انا شايف ان هو ما حصلش فيه تغيير حتى الان، واحنا وربنا يعلم نفسنا يكون فيه تغيير للافضل. يعني انا نفسي يكون المنافس بتاعي، خلينا بلاش نقول
منافس عشان الارقام ما بتقولش ان في منافس، خلينا نقول النادي صاحب الشعبيه الثانيه بعد في مصر، عايزينه يبقى بخير عشان لما اكسبه او اخد بطولات على حسابه ما يقعدش يتحجج ويقعد يقول لك انت مستقر وانا مش مستقر. انما اللي احنا شايفينه بقى انه لا، كل حاجه بتدار عشان اللقطه مع الجماهير، وده يبان حتى في الصفقات اللي جايبينها. واللي قال ايه بيقول لك عاملين صفقات عشان يكيدوا بيها الاهلي، ما اعرفش ازاي. لعيبه الاهلي استغنى عنها وعمره ما هيجيبها تاني، ولاعب تاني بيجري وراه بقالهم سنين ويقول لك صفقات عملت حرائق في الاهلي. والله انتوا ناس عسل. وعشان اكد لكم ان كل الحكايه اللقطه، اسمع حسين لبيب بيقول امبارح مع لميس اللي انا عامله الحفاظ على القوام الاساسي للفريق، وده كان الرهان بيني وبين حضرتك. أيوة فتوح هيجدد مع الزمالك والحمد لله قدرنا، يعني فتوح ابن الابناء الزمالك المخلصين وجدد مع النادي وكل حاجه مشيت كويس الحمد لله. فعلا هو قالها قبل كده ايام الانتخابات انه هيجدد لفتوح، وفعلا جدد لفتوح. بس ليه بقى وقتها الكلام كان على فتوح؟ لانهم كانوا فاكرين ان الاهلي عايزه. احسن حاجه يشتغلوا عليها بقى في حملتهم الانتخابيه انهم يقولوا ان احنا هنجدد لفتوح وان الاهلي مش هيعرف ياخد مننا فتوح. فالموضوع كله جماهيري ولقطه مش اكتر، ولا مصلحه النادي ولا بتاع. بدليل ان هم لما ما كانوش عارفين يجددوا الفتوح، وفتوح كل شويه ينشر صوره لابس فيها احمر حتى عربيته كانت حمراء، قاموا واخدين بقى اللقطه بتاعت الخروج من المعسكر دي حجه، وعملوا اجتماع واصدروا فيه بيان وقال لك فيه: اعلن مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه حسين لبيب في بيان رسمي اعلاء القيم والثوابت الرياضيه التي تمثل فلسفه واستراتيجيه ثابته للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكره الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكره للفريق الاول ان اللاعبين احمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري قد ارتكبوا كذا كذا. المهم يعني قرارهم كان عرض احمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع. سمعت انت الحته بتاعت قيم وثوابت وفلسفه واستراتيجيه النادي ولن يتحول عنها لاي سبب؟ خدت بالك بلن يتحول عنها لاي سبب دي؟ يعني مفيش تراجع عن القرار اللي خدناه ده، دي ثوابت يا جماعه ما فيهاش هزار. وهوب يعرفوا يوصلوا لاتفاق مع فتوح للتجديد فيجددوا معاه عادي. ولا ثوابت بقى ولا فلسفه ولا بتنجان. طب اللاعب ساب المعسكر، يقول لك عادي اللاعب اعتذر. انتوا نشرتوا له فيديوهات مش لطيفه في اماكن مش لطيفه مع ناس مش لطيفه، يقول لك عادي عيل وغلط. من الاخر يا جماعه الفكره كلها ان فقد الشيء لا يعطيه، والمبادئ ما بتتجزاش. يعني لو انت فعلا خايف على النادي ومش بتدور على اللقطه يبقى تقسط غرامه كهرباء، ولو انت فعلا عندك فلسفه واستراتيجيه ثابته وما بتتغيرش يبقى لما تعرض لاعب للبيع ما ترجعش في قرارك. ولو انت عايز النادي بتاعك يقف على رجله بجد صدقني مش بالفلوس، ما بيراميدز معاه فلوس ولحد دلوقتي معهوش بطولات. الفكره في ثقافه النادي، وانك على راي سيف تبص في ورقتك بجد، يعني تفكر في مصلحه ناديك بجد، مش ايه اللي يخلي الجماهير تسقف لك وتهيص لك علشانه، وانك تكون حاطط عينك على الاهلي وبس. لا، خليك في ناديك بجد، وتسكتوا اصوات الباطل المنتشره على السوشيال ميديا زي ميزو الدجال وغيره، واللي على الفضائيات وما اكثرهم من الناس اللي بكلامهم السيء على الاهلي ودفاعهم عن الزمالك في الغلط. صدقني هيبقى كل اللي بتعملوه وكل الفلوس اللي ما نعرفش انتوا بتجيبوها منين دي، صدقوني مش هيبقى ليهم ولا اي لازمه. يا رب تكونوا فهمتوا حاجه. ابقى قابلني. بس كده، دي كانت كل حاجه معانا النهارده. كان معاكم محمد كمال وانا مصطفى طلعت. السلام عليكم.